ليه تشتريه من بره وانت تقدري تعملي اكبر كمية بانضف المكونات واسهل وطريقة ممكن تعمليها؟ ناجتس الفراخ اللذيذ جدا الشهي جدا هنعمله مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة ومقرمش وكريسبي جدا من بره ومستوي قوي قوي وجميل جدا من جوه، وكمية هتبقى معاكي كتيرة، وب 800 جرام بس فراخ صدور مع وراك. انا كان عندي 800 جرام صدور على وراك، نص من ده ونص، يعني نص الكمية وراك ونص الكمية صدور، وفي بصلاية وفي بصلاية وسط وفي فص ثوم. دول كده قطعناهم قطع صغيرة وفرمناهم في الكبة فرمة كويسة قوي 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 قوي، عملنا الكمية على مرتين او ثلاثة حسب الكبة اللي عندك ما تاخد، وفرمتهم ناعم قوي 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 قوي، يعني اكتر حاجة انك تشتغلي عليها. هيقابلك وانت بتشتغلي وانت بتفرديها بايدك كده بعد ما تتفرم، هيقابلك انسجة كده خيوط طويلة، دي شيليها واستبعديها طبعا، دي بتبقى من الوراك عادية جدا. المهم ان احنا فرمناهم كويس قوي وخليناها ناعمة جدا. بعد كده بنجيب بطاطس مسلوقة، يعني ال 800 جرام دول خدوا 3 بطاطسات وسط مسلوقين، ومعانا معلقتين لبن بودرة، معانا هناخد بياض بيضة ومعلقتين بقسماط ناعم، وعندنا البهارات بتاعتنا نشا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل باودر، وبابريكا، وملح وفلفل وكمون وكزبرة، ومعانا هناخد نص معلقة بودر، ومعانا الكريسبي بنشتريه من اي عطار وبنفرمه شوية صغيرين، وانا هنا دوبت شوية مية بدقيق. عايزة تستخدمي مية بس استخدمي، عايزة تستخدمي لبن ممكن تستخدمي، عايزة تعملوا بيض على لبن او دقيق على لبن على مية براحتك خالص. دي بتبقى طبقة، دي الطبقة السائلة في الموضوع، لان احنا بنستخدم طبقتين، طبقة سائلة قبل الكريسبي، وممكن تستخدمي طبقتين كريسبي وطبقتين سائل، لما يجي وقتها هقولك عليها. احنا حطينا الفراخ في بولة كبيرة، وحطينا البطاطس، وحطينا معلقتين اللبن البودرة وبياض البيضة. بدأنا نحط بقى البهارات بتاعتنا، معلقة نشا، انا مستخدمة معلقة شاي بس انا كنت بحط معلقة ونص، والثوم البودر والبصل البودر والجنزبيل البودر والبابريكا طبعا. عايزه تحطي بقى، عايزه تخليك سبايسي شويه ممكن تحط شويه شطه، وحطينا فلفل وكمون وكزبره ناشفه. بعد كده هنحط نص معلقه البيكنج باودر، نص معلقه شاي، لان انا حاطه، مش هكتر اكتر من كده لان انا حاطه بياض بيضه. وبقلب كل المكونات دي، اسمحوا لي اقلب بايدي لان طبعا لازم اعرف ملمس العجينه كويس قوي. زودت الملح بتاعي، حطيت الكميه اللي انا عايزاها، وكان في الوقت ده هزود شويه بهارات كمان، بصل وتوم وجنزبيل، زودت شوية. وبعدين ضفت، لقيت العجينة طرية شوية في ايدي، فحطيت معلقتين البقسماط اللي انا كنت حطاهم في الطبق، وعجنتهم كويس قوي قوي قوي. لازم اعجن بايدي طبعا، مش هلبس جلافز في الحالة دي خالص ولا حاجة، هعمل بايدي عشان اشوف ملمس العجينة كويس قوي. بعد كده بقطعها كور زي الليمونة الكبيرة، وبشكلها بايدي زي ما انا عايزه اعملها دواير هعملها، اعملها مربعات هعملها، اعملها بالشكل ده هعملها، يعني باي شكل انت حباه اعمليه. عايزه تفرديها على كيس وتقطعيها كده براحتك خالص زي ما انت عايزه، دي حريه اختيار ليكي ولولادك. انا طبعا حبيت اجرب لكم 3 وبعدين هكمل الباقي واوريه لكم في الاخر. حطينا اللي احنا عملناه ده في الميه بالدقيق، وحطيناه في الكريسبي بتاعنا. الكريسبي بتاعنا كان خشن شوية، عملته في الكبة برضو نعمته حاجة بسيطة، يعني لازم يكون فيه ناعم على خشن. وبحط، عايزة تزودي انت بقى تعملي طبقتين كريسبي، في الحالة دي ممكن تعملي اللي انا قلتلك في الاول عليها، ممكن تعملي طبقتين، تحط بعد ما تعملي الطبقة دي طبقة الدقيق بالمية وتحطيه في الكريسبي. بعد كده هتاخديه من الكريسبي تحطيه في المية بالدقيق تاني، بعد كده تحطيه في الكريسبي، بيعمل معاكي طبقة تقيلة وبتبقى حلوة برضو مش وحشة. زي ما انت عايزة تعملي كده تعملي كده. انا الحقيقه عملتها طبقه واحده. عملت ال3 دول بقى وقلت اكمل لكم بعدين. كملت بقى الكميه كلها الحمد لله ما شاء الله، ال 800 جرام مع ال3 بطاطسات مع التوابل طلعوا كميه، انت لو بتشتريها من بره هتعمل معاكي مبلغ كبير جدا جدا جدا. والحقيقه الكريسبي معايا خلص، فشلت الطبق ده في الفريزر، قلت ابقى اجيب له كريسبي اعمله تاني. الحقيقه كميه كبيره جدا نظيفه جدا ما شاء الله، تعمل لانش بوكسات كتيره جدا، بالف هنا وشفا لاولادكم.
وانا قلت اقل 2 كده اجربهم اشوف الوضع معايا شكله ايه الحقيقة. وهو ما حطيتوش في الفريزر ولا حاجة، يعني خدته تبلته وقليته على طول بعد ما خلصت. الحقيقة نتيجته كانت رائعة جدا. وانت بتحمريه بقى، اولا هنكتر الزيت عن كده شوية، انا كنت بحمر 2 بس. بس طبعا انت هتحمري اكتر، فهتكتري الزيت لان لازم الزيت يكون غزير شوية. وبتسخنيه كويس، وبعد كده لما تبدأي تحطي، قبل ما تحطي تهدي النار قوي، يعني خلي النار اقل من 50% كده، يعني 40% ولا حاجة، يعني النار تخليها اقل من الوسط. ولما وتقلبيه على الجناب كل شويه لحد ما تحس ان هو استوى معاكي. بعد كده بتعلي النار عشان ينزل الزيت اللي فيه وبتطلعيه. والله الصوت بتاعه، يعني انا كان نفسي افتح لكم الصوت، رائع جدا، مقرمش جدا جدا، وطعمه جميل وخفيف جدا جدا جدا، وطعمه حكايه جميله قوي. وسمكه شوفوا قد ايه، ومستوي قوي قوي. الحمد لله رب العالمين. جربيه وبجد هتدعي لي، بس لو طلع حلو ادعي لي بجد. ربنا يخليكم يا رب، ميرسي خالص. شفتوا الجمال بقى، شفتوا الطراوه بتاعته، وهش وجميل من جوه، وحاجه صحيه ونظيفه بدل ما تشتريه من بره. والله بجد بلاش توكلوا عيالكم اكل جاهز يا جماعه من بره، والله ما تستسهليش، اعمليه وهتلاقيه حلو جدا. ولو عجبك الفيديو يا ريت اشتراك في القناه.